من المفروض نفرض على أي ناخب يحل بالديار أن يتحدث بمنطق اللا حدود في الطموح. بيتكوفيتش يجب أن نطالبه وهو يصرح باللغة الإيطالية التي لا نفهمها ولا يفهم هو العربية، يجب أن يصرح بالإيطالية بالصينية بأننا نذهب إلى المغرب للعودة بالكأس. هذا هو رفع الطموح ورفع حجم العمل. لا يجب أن نحدد الطموح يا عماد ونقول نريد أن نذهب إلى الدور الثاني. يجب أن نبقى كجزائر وكمنتخب عالمي نطمح دائما إلى الوصول إلى أعلى المراتب. نقول يا عماد نحن ذاهبون إلى المغرب للعودة بالتاج، هذا هو الطموح اللامحدود. نحن ذاهبون إلى المونديال، على الأقل للوصول إلى المربع الذهبي. عندما تحدث بالماضي على كأس العالم قال لك عندما أتأهل سوف أذهب إلى النصف، مثل ما حدث مع الأشقاء في المغرب. اليوم نقول يا عماد نحن ذاهبون إلى المغرب للعودة بالتاج، هذا هو الطموح اللامحدود. نحن ذاهبون إلى المونديال، على الأقل للوصول إلى المربع الذهبي، لأن لدينا الإمكانيات للحصول على هذه النتائج ولا نحجم ليزيكيب ناسيونال اون جون. باسكو من ليزيكيب ناسيونال اون جون سياو يجيبوا من لهيه، جابوا حتى كا U15 جابوا قريب جابوهم دي بيبي يا اخي هكذا. صح. تقول عندك دراري كاع عندنا دراري بصح ما عندناش المسيد في وين نسكتوا في الحومه، وين نسكنوا، وين يقراو الدراري هادو، لازم لهم مسايد. صح. كيف هادو كيف كاين نصرفوا بزاف وما الدراري ما عندهمش وين يونطرينيو. هذه وحده. ثانيا لي زيكيب ناسيونال اون جون كان لو ريزولتا عندكم في ليزيكيب ناسيونال ولاو شغل كوم سيك ما اكزيستيوش. هل صح ولا لا؟ هل عندك U15 ملاح؟ هل عندك U16 17 18 19 تحبس في ال 21 خلاص خلينا. كانت وقت الشيخوخه حتى ال 23 كانت ما كان والو. صافي دير ما راكم تخدموا والو. او نيفو دو كلاب سي دو زيرو. واحد ما يخدم انا ما نعطيكش اموال خويا، انا ندير لك سالير تجيو كاع تدخلوا في الشركات يوليو باينين. صح ما تزعفش. انا نزعف انت كنت دقيقه ما تزعفش. كل ما نحكي لك هذه تقول لي خليهم يروحوا وتزعف. كي تجيب هكذا دير لهم ان سالير، ماشي لي سالير اللي راهم ياخذوا الان، لي جوار ما يقعدولكش يروحوا يلعبوا اير. واش عليه؟ صافي دير كو حنا نحبوا هاد لي جوار، انا روندينا لهم سيرفيس يروحوا يلعبوا اير ويرفدوا الصوره تاع الجزائر. قال شوف هاد اللاعبين كاع ما يلعبوا في اوروبا ولا غير ماشي في اوروبا. وين يلعبوا؟ كامرون. لا وين يلعبوا؟ وين؟ يلعبوا في تونس، يلعبوا في الخليج، يلعبوا في مصر. يروحوا واش عليه؟ في ليبيا. واش عليه الخليج، ليبيا، تونس، يروحوا يلعبوا. سي اون بون شونس. قالوا الجزائر يتخدم في كرة القدم، روحوا زيدوا رونديو لنا سيرفيس، ديو لي تيتر تم في كلوب. بصح هنايا لا هنايا من بعد يوليو ما عندناش لي جوار في ليكيب ناسيونال بهاد اللي يقعدوا يوليو ما كاش. شحال كاين دوكا لي جوار من في ليكيب ناسيونال؟ واحد 10 في الكلوب. رضوان قادر بارلون سيريزمون. خلينا مع الاخر تاعك باش تغطي. ماشي هكذا فوتبول. كاين يا اخي دير لو بيلون تاعك من 2010 قلت البروفيسيوناليزم بدا 2010 ماهوش احتراف. غلطه قد تسمع. 2000 دار احتراف غلط كيلكو سوا سون غلط. ما تنجمش دير احتراف بلا انفراستركتور. ما تنجمش تقول عندي بنيت انا نخدموا احنا حافلات بصح ما عندناش الموتورات باش تمشي بالريح يمشي بالماء. سي دي باري ميم سي كاع اللي كانوا اللي داروا هذا احتراف داروه ماشي جو سي با كال لا ريزون علاش داروه مي ماهوش احتراف. دي صوم فرامينز تضرب انت ممكن عندك لو شيف تشوف واش صرفوا من 2010 لليوم 2025 اكثر من 1500 مليار. اكثر من 1500 مليار صح. نقولوا 1500 مليار. 1500 كثر. نقولوا يا سيدي هذا لا صوم حتى هذيك ما عندهمش ميم با وين يدربوه. شبيكم بعقلكم؟ كان ديك ما عندهمش بيروات وين يقعدوا طابله تاع ماساج كان اللي ما عندهمش. كيف تعطي لي احتراف وانا نعطيك درهم؟ ما نعطيكش. انا نجوز البيرفورمانس. كل واحد يخدم، كل جوار يلعب في كما يقولوا في حومته او في الشركه هذيك ديروا لهم مان تري بون سالير يونطرينيو يلعبوا يخدم. كل واحد وين الشرق الغرب صوت وكذا. عندما يتوقف رئيس الفيدراليه عند هذا الهدف في نهائيات كاس افريقيا كوت ديفوار نزيح الناخب لانه لم يصل الى ذلك الهدف. ناتي بناخب جديد هو الاعلى راتبا اليوم في افريقيا. من المفروض يا عماد نذهب الى ابعد مما اشترطنا على جمال بالماضي الى النهائي او رفع الكاس، ولدينا كل الامكانيات للوصول الى هذا الهدف.
تحدث جمال عند غياب سعيد عليق عن الجانب الاتصالي في أزمة اتحاد العاصمة. نفس الشيء نشاهده اليوم في الاتحادية. نحن كعائلة إعلامية نتحدث عن القوائم، صحيح عن عدم وجود هوية لاعب في المنتخب الوطني، قد نخطئ وقد نصيب أحيانا، نخطئ وقد نصيب لأنها تحاليل وليست معلومات. لكن إلى حد الآن خلية الاتصال في الفيدرالية غائبة، وهي كالشاهد الذي لم يرى أي شيء، بدليل يا عماد أن مباراة زيمبابوي نتحصل على المعلومة من فيدرالية زيمبابوي، وهي ليست المرة الأولى. أذكرك بأننا تحصلنا على عدة معلومات من الفيدراليات الأخرى وليس من فيدراليتنا. لذلك يا عماد أنا من المفروض كمتتبع وكمحلل رياضي أقول لك المنتخب الوطني الجزائري دقت ساعة الحقيقة. ضيعنا أكثر من سنة ونصف من العمل. بيتكوفيتش عندما وصل إلى المنتخب الوطني الجزائري وبعد أن تأهل إلى المونديال لم يقم بأي عمل قاعدي. لكن من المبكر القول هكذا فريد، لأنه نتائجه في كأس أفريقيا المقبلة راح تعطينا الجواب يعني أفضل من أنه نحن نتحدث. في كأس أفريقيا حسب رأي فريد إن كانت النتائج في صالح الرجل، لأنه المشكل في كأس أفريقيا أعيد وأكرر، إذا كانت النتائج في صالح الرجل وصل بنا إلى نصف النهائي إن شاء الله، هنا من المبكر الحديث عن تضييع عام ونصف فريد. لكن إن حدث العكس نقدر نقول هذا رأيي. شوف عماد، نحن نتراجع ذهنيا، لا أتحدث عن الميدان. زي ما كلنا تابعنا دلوقتي الإعلام الجزائري اللي أنا مش هقول عليه غير إن هو مسطول، لأن الإعلام الجزائري لو